هل النادي الاهلي بيدمر المواهب المصريه ولا اشاعات من ناس زملكاويه واي هرتله؟ ركز معايا عشان اللاعب اللي ورايا ده هو حقيقه تؤكد ان النادي الاهلي بيجيب لعيبه احيانا علشان الانديه التانيه ما تستفدش منها زي الزمالك. اللاعب اللي ورايا ده انضم للنادي الاهلي عام 2021 لمده 5 سنين تقريبا، عقده ينتهي السنه الجايه او اللي بعديها، تمام، براتب 10 مليون جنيه في الموسم. اللاعب ده كان الزمالك داخل في الصفقه ساعتها، واللاعب ده كان نجم الانتاج الحربي ومكسر الدنيا في مصر، والاهلي ساعتها اشتراه. وراح فين او جه منين محدش عارف. النهارده اللاعب هو مصطفى البدري. النهارده جاله عقد او عرض من بتروجيت، والعرض اللاعب رفضه لانه الراتب 2 مليون جنيه وهو راتبه في الاهلي 10 مليون جنيه. اذا النادي الاهلي ضمه علشان الزمالك ما ياخدوش. اما مستقبل اللاعب فهو بينهار، وتقريبا هيعتزل قريب بسبب النادي الاهلي. لايك وفولو ونظروا في منتهى الشم، ممكن جدا الفيديو، فولو متابعه مهمه. سلام.